أكون بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج الأخوين الغاليين عمار. حياك الله عمار. الله يحييك ويسلمك، وحيا الله عبد الرحمن، وحيا الله أنس. الله يحييك. مرحبا. حياك الله عبد الرحمن. أهلا الله وسهلا. يحييك يا أبو صقر. حيا الله المتابعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. طيب، لا شك في حياة كل إنسان تمر فرصة قد تفتح له بابا جديدا أو تغير مسارا كاملا في حياته. لكن المثير للتساؤل، بعض هذه الفرص خلينا نقول لا تصنع بسبب الظروف، ولكن قد تكون أو لا تصنع بسبب الظروف فقط، أحيانا تصنع بسبب التردد أو الخوف أو سوء التقدير أو ما شابه ذلك. فكم من فرصة كانت موجودة لدى أي شخص، شاب أو رجل كبير أو إلى آخره، ولكن في نفس الوقت ما استغل هذه الفرصة ولا اتخذ القرار المناسب في أن يستغل هذه الفرصة التي كانت بين يديه. فلذلك صنعنا عنوانا نناقشه وإياكم في هذا اليوم، وهو لماذا الإنسان أو لماذا الشخص يهدر الفرص الجيدة إذا كانت في المتناول. خليني أبدأ معك عبد الرحمن في السؤال الأول، وأقول: ما هي الأسباب التي تجعل بعض الشباب، خلينا لا نعمم، نقول بعض الشباب يضيعون الفرص اللي بين أيديهم وقد تغير شكل كبير في حياتهم؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا أنس. حقيقة هذا الموضوع جدا مهم ويهم الكثير من الشباب. سؤالك لماذا تضيع الفرص من بين أيدي الشباب؟ وطبعا هنا في هذا المحور تحديدا الأسباب كثيرة جدا، ولكن الآن نحصرها في سببين رئيسيين ممكن ننطلق من خلالهم. ألا وهو السبب الأول خوف، يعني الفرصة لا تضيع من الشباب بسبب قلة الإمكانيات عادة. يعني خلينا نتكلم بشكل يعني بشكل إجمالي، أو الفرص عادة لا تضيع من يد الشاب بسبب قلة الإمكانيات، إنما تضيع بسبب قلة أو خلينا نسميها تمني فرصة أفضل. جميل. خليني بعطيك مثال. أحيانا تجد في بعض الشخصيات تلقاه إذا دخل السوق يدخل أول محل، هذا غالبا عند النساء أكثر من الرجال، لكن خلينا نتكلم عن صعيد الشباب سواء كان من الرجال أو من النساء. تلقاه أول محل يجد القطعة المناسبة اللي مثلا يبغى يشتريها. الرجل اللي ينتهز الفرص غالبا ما ينتظر، ما يقول لك يا أخي والله خليني أشوف. وغالبا تجد الشخص اللي عنده دائما بحث عن فرصة أفضل. يعني هذا مثال بسيط جدا على واقع الحياة. ممكن هو يدخل ويلقى مثلا قطعة أفضل، ولكن وقتها إيش بيكون خسر أو ضيع وقت. الحياة ما عندها هذه الرفاهية في الوقت. أنت أحيانا لما تجيك فرصة إذا أخرتها هي بتروح لغيرك على طول مباشرة. فأنت لابد أنك يعني تمتلك الملكة الفكرية أنك تقدر نعمة أنك تجيك فرصة وأنك تنتهزها في نفس اللحظة. يعني تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أدعو الله لي أن أكون منهم، ثم رفع يد عكاشة قال أدعو الله لي أن أكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، ثم رفع يديه أو رفع يديه صحابي آخر وقال وأنا كذلك يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له سبقك بها عكاشة. ليش؟ عكاشة هنا ما انتظر الفرصة. قد يكون في ذهن الأخ اللي كان يبغى يسأل أو الصحابي اللي كان يبغى يسأل هذا الطلب، قد يكون في ذهنه كان وده ولكنه كان متردد، فلما شاف زميله تشجع وقال يا أخي أنا كمان أبغى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سبقه بها عكاشة. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموقف يستطيع أن يدعو أو أن يدعي لهذا الصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يعني يدعي لكل من في هذا المجلس وكلهم إن شاء الله مبارك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل رسالة تربوية عميقة جدا، ألا وهي لا تنتظر الفرصة تذهب من يدك بل انتهزها. وهذا هو أنا أتكلم عن يعني أهم سبب لضياع الفرص من بين أيدي الشباب. في أسباب أخرى ممكن نذكرها على عجالة، ألا وهي أحيانا يكون في ضعف الثقة بالنفس، أحيانا يكون في خوف من التغيير، أحيانا يكون
انت معتاد على يعني على منطقه الراحه اللي انت جالس فيها، فانت ما ودك تغير عن الخوف من التغيير. واخيرا عدم وضوح الاهداف. طيب طرحك عبد الرحمن خلاني اروح الى سؤال، خليني اسال فيه عمار. هل يا عمار الخوف من المسؤوليه او الالتزام، الشاب اذا بدا يخاف من المسؤوليه او الالتزام، هل هذا الشيء يدفعه احيانا الى ترك الفرص الجيده؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للسؤال هذا سؤال جدا جميل. الخوف من المسؤولية، طبعا الخوف من المسؤولية هي من أحد الأسباب اللي تخلي الشباب يضيعون الفرص الكثيرة اللي عندهم. تمام. الفرصة الجيدة دائما ما تيجي بمكاسب فقط، لكن تحمل معها مسؤوليات جديدة وتحديات تتطلب جهد والتزام، فاهم؟ فهذا دائما الشباب يخافون من ذا الشيء، يقول لك خلاص أنا بتلاقيني فرصة جديدة أو خطوة جديدة أو أي شيء جديد، يقول لك أنا هيكون معايا فيها التزامات، هيكون معايا فيها ارتباط، مدري إيش، أنا ما أبغى. في كثير خوف من هذا الشيء، وهذا دائما غلط، بحيث أن المسؤوليات أو الالتزامات تعلمك أنك حتى لو جاتك الفرص الجيدة تعلم كيف تنتهزها، تعلم كيف تستخدمها للأشياء الكويسة، تنميها. وهذه كلها دائما إن شاء الله تكون موجودة عند كل الشباب. طيب عبد الرحمن، التردد وكثرة التفكير، هل التردد وكثرة التفكير على اتخاذ القرار سبب في ضياع الفرصة؟ بلا شك، بل هو أهم نقطة وأعمق نقطة في مسألة فوات الفرص، لأنها بشكل مختصر تفقد الإنسان قيمته بذاته، وتعلق يعني ذاته بآراء الآخرين. الإنسان اللي يتردد غالبا هو خايف من شغلة، فالشيء اللي خايف منه هو متعلق به، وبالتالي لابد على الشاب إذا تردد، يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا كنت ذا رأي، إذا أنت عندك رأي لا تتردد حتى لو كان رأيك على خطأ. لماذا؟ لأنك إذا أنت ما اتخذت الإجراء راح تكون عواقب عدم اتخاذ الإجراء يعني أصعب ويعني أكثر، يعني خلينا نسميها أكثر ندامة من أنك أنت تتخذ القرار الخطأ. ولا بد لكل إنسان يتخذ القرار ويتحمل تبعات هذا القرار. أيضا يعني التفكير شيء جيد قبل اتخاذ أي قرار. احنا يعني أنا أتكلم من وجهة نظري إن أنا أدعم أن الإنسان يكون يأخذ وقته، ولكن الكثرة والتردد وإعطاء الشيء أكبر من حجمه أحيانا قد تكون الفرصة بين يديك وأنت ما تشعر في هذا الشيء، فتعطيها أكبر من وقتها ويروح. افتراضا مثلا أتاك عرض عمل، خلينا نقول، وعرض العمل هذا أنت أخذت وقت طويل إلى أن يعني تعطيهم الإجابة، فمتردد وكثرة التفكير وإلى آخره راح العرض بسبب إيش؟ تفكير. بسبب كثرة التفكير والتردد والتحليل. طب إذا كذا بيصير كذا، فراحت الفرصة هذه. فكثرة التفكير متعبة، ولكن التفكير في أصله لا، شيء جيد. يعني الإنسان قبل أن يأخذ أي خطوة يعني يفكر، يشوف وإلى آخره، ولكن في وقت محدد أو وقت معلوم، ما يطول الموضوع يا عمار أكثر من ذلك. طيب هذا السؤال يا عمار يعني أعتقد بأنه على قولتهم في الجرح. يعني هل الشاب في الفترة الحالية يا عمار أصبح لا يقدر الفرص؟ يعني خليني أقول لك مثلا إذا جتك فرصة، هل الشاب الآن مو بعارف إيش يعني الفرصة اللي قدامه هذه، هل هي ثمينة غير ثمينة، فلذلك تروح من عنده؟ هل هذا شيء منتشر في الوقت الحالي؟ إيه بالتأكيد، كثير كمان منتشر. نعم. يقول لك الفرص دائما ما تضيع بسبب الرفض المباشر. نعم. تضيع بسبب اسمه ذا عدم اغتنام الفرصة. جميل. الناس بتجي تقول لك، او ايش يقول لك، بالشكر تدوم النعم. نعم.
دائما فينا تقول لك عنده هذا الشيء وما يقدر قيمته، يقول لك هذا شيء تافه ومدري ايش، مع الوقت ما يمشي. فدائما يقول لك انت تستغل الفرصه اللي معك او تحمد الله عليها، تعرف كيف تتعايش معاها وتنميها وتكون دائما في تخلي الفرصه هذه لك لحياتك دائما، فهي بتكون زي ما تقول من ناحية التقدير وناحية الشكر هو دائما بيدوم. وبالنسبة المشكلة انه غالبا يقيمون الفرصة بناء على نتائجها الحالية، بينما القيمة الحقيقية لبعض الفرص تكمن فيما يكمن أن تفتحه أبواب مستقبلية. عشان كذا بنشوف أشخاص ندموا لاحق على فرص لم يغتنموها. هذا صلى الله وبارك. طيب يعني كان قاعد يقول لك يا ابو صدق لا تسالني انا انتهيت. ايه صلى الله وبارك، هذه معناها إيه. نقطة آخر الصدر. طبعا هذه بوابة كبيرة يا رجال، ما احنا محضرين كثير. الواحد وده يختصر. جميل. طيب احنا دام تكلمنا عمار، خلنا ابو عبد الرحمن عفوا على موضوع ان الانسان جميل انه يفكر وجميل انه، خلاني ادخل في سؤال. قلت دام ان فتحنا النقطة معك نواصل فيها. ايه السؤال يعني الان الانسان كيف يفرق بين التريث الحكيم، جميل، وبين إضاعة الفرصة بسبب التأجيل أو كثرة التفكير أو إعطاء الشيء أكبر من حجمه أو التردد أو الأمور هذه؟ الفرق واضح جدا. التفكير الحكيم يكون بسبب، والتفكير غير الحكيم يكون بغير سبب. نعم. واحدة من الأسباب ألا هو جمع المعلومات. أحيانا أنت تكون جاهل بالشيء فتأتيك فرصة، فمن حقك أنك تعرف. طبعا أنت لا تكون بعد يعني خلينا نسميه مع احترام شديد للشباب، لا تكون ساذج. كل ما قالوا لك يمين قلت يمين، الرجل له رأي. وبالتالي جمع المعلومات، استشارة أهل الخبرة، الاستخارة أولا وأخيرا، هذا شيء مهم. ومن ثم اتخاذ القرار المناسب. هذا الفرق الجوهري ما بين التفكير المحمود والتفكير المذموم. غالبا التفكير المذموم ايش علاماته؟ تجد نفسك حائر في منطقة رمادية ما فيها يعني جمع معلومات. انت تكون عندك المعلومات الكافيه 100%، انت عارف انه هذه الوظيفه في المكان الفلاني بالراتب الفلاني هي مناسبه لك ومناسبه لوضعك الاجتماعي، مناسبه لوضعك السكني، مناسبه لكل هذا الامور. بس لكنك انت خايف، ما انت عارف خايف من ايش، انت كذا قلبك مطمئن. هذا هو التفكير غير المحمود. لكن مثلا اذا جتك عرض وظيفي انت ما تعرف هل هذا يعني اتذكر واحد من الشباب جاء عرض وظيفي بمبلغ يعني محترم صراحه، الرجال كان لهذا المبلغ، ويعني خلينا نسميها النجاح يعني على الجرح ابتلاء. فسال اهل الاختصاص قال لهم ما تخيل هذه الفرصه، فتخيلوا ان هذه الوظيفه شرعا محرمه، كانت تدخل في مسائل مثل الربا ويعني اكل اموال الناس بالباطل. فالرجل هذا لو كان يعني اتخذ القرار ارتجالي وقال انا والله ما عندي لن اضيع هذه الفرصه وما استخر، لكان وقع في ايش؟ كان وقع في الحرام. فخلاصه الموضوع نعم لابد ان يكون تفكيرك مرتبط باستخاره واستشاره وليس بجهد. طيب الشكر موصول لكم يا عمار وعبد الرحمن على حسن الطرح الجميل، والشكر موصول ايضا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه وحسن المشاهده. ننتظركم بعون الله وقوته الاسبوع القادم يوم الثلاثاء. الى ذلك من حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.